إذا كبر في السن أن يعاملوه أحسن معاملة. منها من حقي علينا حتى لو كان الأمر شاقا علي وأستطيع أن أعمله أضغط على نفسي. يعني بعض الآباء يحتاج إلى خدمة ليل نهار، وكل وقت هو يتأوه، هات الدواء، هات كذا، ولا يسكت. ربما آلام شديدة، آلام نفسية وحسية وصحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني والله ما بتجازي والدك ولا تجازي أمك التي تقدم زوجتك عليها وتجعل زوجتك ترفع صوتها على أمك، والله لا تستطيع أن تجازيها إلا أن تجد أبويك أو أحدهما تجده مملوكا في سوق النخاسين، يباع في سوق العبيد، وتشتريه وتعتقه. وهذا أن لك هذا. ولهذا الصبر على كبار السن قد يكون شاقا. قد قال الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، شوف الكبر، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأن الواحد ما يقدر يتحمل بعض الأحيان، يعني يعيد الكلام، كرر الكلام، خاصة إذا كان خريفا، يعيد. يمكن في المجلس الواحد عادل الكلام 15 مرة، وبين مرة ومرة يفصل من معي، يتحقق من الذي، وهو قال: أنا ابنك يا أباه وإلى آخر. لكن اصبر عليه. ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا في الحج يحمل أمه ويطوف بها، قال: أرأيت يا ابن عمر، أرأيت يا أبا عبد الرحمن قد أديت حقها؟ قال: لا، ولو بزفرة من زفراتها، زفرة المخاض، الألم، التعب، والله ما أديت حقها. وهذا بالفعل. كم تعب عليك آباؤك وأمهاتك، كم تعب.